السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض بطاطس بالفراخ، بس ايه، مش اي طريقه، دي طعمها ولا وغرقانه في الصوص وطريه قوي ومش بتاخد 3 دقايق في تحضيرها، وهوب ندخلها الفرن او على البوتاجاز من فوق وتطلع احلى صينيه بطاطس طعمها حكايه. تقريبا ما بغيرش الطريقه دي ابدا من فتره طويله، علشان ما فيش لا اسرع ولا احلى منها. اكيد في طرق تانية كتير عملتها قبل كده حلوه، بس دي منجزه قوي. قبل ما نبدا في الوصفه، لو اول مره تشوفوني انا ايمي الشاهي، ما تنسوش اشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه دلوقتي هنستخدم اي خضار انتوا تحبوه. انا عندي هنا بطاطس هقطعها مكعبات تكون كبيره كده شويه علشان ما تتهرش وقت ما الفراخ بتستوي. هحطها في صينيه وهقطع بصله كبيره كده حلوه مكعبات صغيره. ما بحبش في الوصفات اللي زي دي اقطع البصل كبير علشان ما يبانش ويبقى دايب كده في الصوص وملوش اي اثر خالص. وهحطه على البطاطس، وبرده هحط فلفل اخضر وهفرمه صغير قوي، ممكن كمان فلفل الوان، وممكن كمان فلفل حراق لو حبينا حراقه، وفصين توم هفرمهم برده ناعم. وبعدين نحط كل ده على بعضه وهعصر عليهم ليمونه. وبعدين نحط معلقه كبيره او معلقتين من صلصه الطماطم علشان تديها لون، علشان احنا ايه، ما حطيناش طماطم. نعصر كده الباكو كله، ما نخليش ولا تنتوفه. وبعدين احط عليها توابل ملح وفلفل اسود وبابريكا وشويه بهارات فراخ، وبعد كده احط عليهم شويه زيت، وبعدين نحط عليهم الفراخ وندعكها كله كده في بعضه كويس قوي. واخر حاجه برش على الفراخ من فوق شويه ملح وفلفل اسود، وبس كده. بغطيها بفويل وبدخلها فرن متسخن على درجه حراره 200 لمده تقريبا ساعه او لغايه لما تستوي، على حسب حجم الفراخ اللي عندكم. ممكن كمان نسويها على البوتاجاز من فوق، وبعد ما بتستوي نفتح عليها الشوايه تاخد لون وبس. اوقات كتير بعملها كده لما بكون مستعجله، بس الفرن بحسه كده بيدي للحاجه طعم مختلف، علشان كده بحب اسويها في الفرن. وبس كده خلاص استوت وبقت ولا وريحتها عجب. نرش بقى شويه خضره كده علشان المنظر، وبس كده خلاص. تتاكل بقى مع رز او بالعيش، طعمها حكايه. لو نلاحظ انا ما حطيتش اي ميه خالص، علشان الفراخ بتنزل ميه ودهون، وهي اللي بتعمل الصوص الجامد دوت. ساعات كمان بحط لها جزر علشان بتخليها طعمها مسكر قوي. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم وحبيتوه. ما تنسوش اشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.